يا صباح السعادة والسكر الزيادة، صباح الخير على كل حبايب قلبي اللي بيتابعوني. النهاردة ان شاء الله يا حبايب قلبي هننضف بقى مع بعض تنظيفات عميقة علشان رمضان. كل سنة وانتم طيبين جميعا. هنبدأ بقى بسم الله الرحمن الرحيم، وهقول لكم بقى ايه المنظفات والحاجات اللي انا بستخدمها دي من شركة يا جماعة ماي واي، بصراحة جميلة جدا. عندنا بريز ده معطر جو حلو قوي بريحة العود، وكمان باور ده مزيل دهون، وكمان معايا كلين ده معطر اخشاب ومنظف برضو اخشاب جميل جدا. اول حاجه هعملها بقى هولع عود بخور حلو كده علشان بقى يديني طاقه ايجابيه، ويخلي كمان الريحه حواليا عطره وجميله. وزي ما انتم شايفين كده انا مخليه الحوض بتاعي زي الفل، ما فيهوش مواعين خالص، والرخامه كمان فاضيه. والحله اللي انتوا شفتوها قدامكم دي فيها ميه سخنه وكمان كلور واريال، ونقع فيها بقى الفوط اللي انا بستخدمها يعني استعمال يومي كل يوم، سواء بقى فوط المطبخ او فوط التنظيف. بحطهم مع بعض كده، وبعد كده بشطفهم بقى مرتين تلاتة، بيبقوا بجد والله زي الفل زي الشمعة المنورة، بيبقوا قشطة. النهارده ان شاء الله يا حبايب قلبي هننضف بقى مع بعض التربو، وهنخليه بقى بصوا زي الفل كده يلمع من كتر النظافه. هننضفه كده تنظيفه ايه بما يرضي الله، علشان بصراحه بقى لي فتره كتيره قوي ما عملتوش، فعلشان بقى رمضان داخل وكل سنه وانتم طيبين، حبيت بقى ان انا اروق الدنيا كده من حواليا. ومع الاستعمال طبعا المتكرر كل يوم بتلاقي نفسك بقى بتقعدي تركني في حاجات كده ممكن تكون ملهاش علاقه ببعض في التربو او في ادراج المطبخ، بعد كده لما تيجي تنضفي بقى بتحطي كل حاجه مكانها. زي ما انتم شايفين كده انا بفضي بقى الادراج بتاعه التربو من كل حاجه موجوده فيها، علشان بعد كده بقى نغسله وننضفه ونخليه زي القشطه. وبصراحه يعني التربو من الحاجات اللي انت لو عملتيها في المطبخ يعني بتحسي ان الدنيا كلها برقت كده من حواليكي. زي ما انتم شايفين كده انا جبت بقى فوطه بتاعه مطبخ، وبحاول بقى ايه الم الفرافيت بتاعه التوم. وعلى فكره الحاجات الغامقه دي كانت خلطه يعني يا جماعه، ده مش تراب، ده خلطه بتاعه تخسيس كانت في الدرج واتدلقت. ودلوقتي بقى بمسحه كده يعني ايه مسحه يعني كروكي حاجه بسيطه كده، علشان ان شاء الله بقى هحطه في الحمام، وامسكه بقى ايه امرشه مرشه ايد اديله بقى اخليه زي الفل. والدرج اللي تحت ده انا بحط فيه بقى الدقيق بقى والرز والحاجات دي والنشا، وبرده في حاجات كده ايه متركنه، فانا برضو ايه هشيل كل الحاجات دي. وبعد كده نشيل برضو المفرش بتاعه. اخر رف في التربو ده انا بحط فيه البصل، وساعات بحط جنبها البطاطس، بس بصراحه يعني في ناس بيقولوا لي ان البصل بيبوظ البطاطس بسرعه فبطلت. دلوقتي جبت بقى التربو على طول على الحمام، زي ما انتم شايفين كده طبعا هو مليان تراب. انا اكيد مش هجيب لكم حاجه نظيفه يعني ونقول ننضفها مع بعض، لازم تكون الحاجه فعلا نظيفه علشان تشوفوا الفرق. اول حاجه طبعا علشان هو مليان تراب، بالبخاخه بقى او بالرشاش اللي هو اليدوي ده بصراحه يعني اختراع في الحمام جميل جدا. بابتدي اشيل الطبقه اللي هي بتاعه التراب دي او العفار، علشان بعد كده بقى لما اجي اغسل الاقي الريمه بقى تبقى بيضه كده ونظيفه. وعلى فكره انا بغسل التربو يا جماعه بالليفه، الليفه اللي هي العاديه خالص الاسبونشه، وكمان شويه بقى من اي مسحوق انت بتستخدميه سواء بقى اوكسي او اريال او اي حاجه. وبتغسليه كويس جدا بقى من جوه ومن بره، ولو في اي حته كده يعني ايه متداريه برضو زي ما انتم شايفين كده انا بدخل جواها الليفه علشان تبقى نظيفه وزي الفل. وعايزه اقول لكم برضو ان النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض حمايه للمطبخ بقى، وهنرشه باي مبيد حشري علشان الصيف اول ما بيجي بقى والروايح بتاعه الصيف بتهل علينا، بتلاقي النمل بيظهر عندك في المطبخ، ولا قدر الله برضو ممكن تلاقي صراصير. فاحنا هنعمل مع بعض حمايه علشان ما تشوفيش اي حاجه زي دي على مطبخك. وعلى فكرة يا جماعة بالنسبة للناس اللي عندها الصراصير الصغيرة دي هقول لكم هي بتيجي منين. اكيد بنسبة 100% ان انتوا بيبقى عندكم مثلا انابيب ما عندكوش غاز، فهي للاسف بتيجي البيض اللي هو بتاع الصراصير ده بيجي في الجزء اللي هو بتاع الانبوبة اللي هو من تحت ده. فانصحكم بقى قبل ما تدخلوا الانبوبة البيت ان انتوا تجيبوا عندكم رش تخلوها عندكم على طول في البيت. اول ما الانبوبة الراجل يحطها لك على العتبة بتاعة الباب قبل ما تدخليها المطبخ تكوني رشها كلها من تحت، علشان لو فيها اي بيض بتاع صراصير يكون مات وما يفقش حاجة عندك بقى في المطبخ وتعمل بقى عندك ايه مستعمرات. وطبعا الحاجات دي زي ما انتوا عارفين بتزيد قوي في الصيف والحر، ربنا يا رب يعافينا ويسترها معانا ايه دنيا واخره. زي ما انتوا شايفين كده انا معايا برضو الفرشه دي بغسل بيها الحتت بقى اللي هي مضلعه، والحتت اللي هي فيها بقى اوساخ كده رفيعه انا مش عارفه طولها، بتخلي برضو التربو بتاعي زي الفل. وزي ما انتم شايفين كده التربو بتاعي اللي هو القطعه الواحده بصراحه جميل جدا. ما تجيبيش ابدا يا جماعه التربو اللي هو بيبقى الوش بتاعه ده بيتخلع ويتركب، لانه بصراحه مش عملي خالص. لكن ده ما شاء الله بقاله كذا سنه عندي زي الفل.
يعني باغسله واحط فيه حاجتي وما شاء الله جميل جدا واستعماله حلو قوي. وعلى فكره انا كنت جايباه مش غالي خالص، كان تقريبا ب 140 جنيه، بس الكلام ده من حوالي 3 سنين. يعني ممكن دلوقتي تلاقيه مثلا ب 250 او 240، لان الحاجه ايه غليت زي ما احنا عارفين. عايزين بقى يا حبايب قلبي قبل رمضان ان شاء الله نلم نفسنا كده بقى ونلم بيوتنا ونشوف اي حاجه بقى ايه متبهدله عندنا، سواء بقى اوضه نوم، سواء مثلا حمام، مطبخ، اوضه اطفال، دولاب برضو متكركب ومتبهدل. تشوفي كده هتعملي ايه، لان في يعني لسه فرصه. حاولي بس والله، بعد كده هتخشي رمضان هيبقى بالك رايق، وان شاء الله يعني هتركزي بقى في العباده وتعرفي تختمي المصحف براحتك. لو عندك عزومه برضو هتعرفي توضبي لها كده وتجهزي لها، والدنيا ايه نضيفه وحواليكوا زي الفل. حتى لو جولك ضيوف برضو في رمضان ودخلوا شقتك كده ولقوا بقى ريحتها حلوه وجميله، هتبقي انت نفسك مبسوطه. غير لما تبقي عازمه ناس وانت حاسه ان شقتك بقى متكركبه وكده، هتبقي متضايقه. عايزه اقول لكم على حاجه والله يا حبايب قلبي، لو هتصدقوا ان انا بقول لكم ان النظافه فعلا ليها ريحه وكمان ليها صوت وليها شنه ورنه كده، وبتفرق قوي في المود بتاعك، وبتخليكي بجد مبسوطه جدا، وبتخليكي عندك طاقه ايجابيه كده للحياه. لما تلاقي الدنيا كده ما يعني متبهدله بقى حواليك، بجد بتبقي عندك طاقه سلبيه جدا، وبتلاقي نفسك ممكن مثلا بتضربي عيالك على الفاضي والمليان ومتضايقه وقرفانه ومش عايزه تعملي حاجه ابدا. لكن لما تبقى الدنيا نظيفه حواليكي بتلاقي نفسك بقى بصوا كده فرحانه، ويعني تحسي ان انت عندك 15 سنه كده، نفسيا بقى بتبقي مبسوطه. وكمان لو جالك ضيوف يعني مثلا في رمضان وانت عزمتيهم بقى كده، بتبقي حاسه ان انت بقى ايه فخوره بنفسك كده ومتفشخره بقى والدنيا حواليكي زي الفل. السؤال بقى دلوقتي يا ام عبد الله، انت دلوقتي عامله بقى الفيديو ده ليه؟ هل انت بتورينا طريقه غسيل التربو؟ طب ما احنا كلنا عارفينها، امال ايه الجديد اللي انت قدمتيه؟ هقولك بقى يا لوزة يا فالحة يا نصحى اللي بتسألي السؤال ده، انا عملت الفيديو ده ليه؟ الفيديو ده اسمه يا حبايب قلبي تحدي كسل. ان ممكن اي واحده فيكم بتسمعني دلوقتي ممكن يكون فعلا بيتها متبهدل او مطبخها ما تزعليش مني معفن ومكركب ويقرف، او حمامها كمان. فاول ما تسمع الكلام بتاعي ده يجي لها طاقه ايجابيه، وفي ناس كتير جدا بتقولي ان صوته لوحده يعني ممكن يديهم طاقه ايجابيه. فانا بجد يعني بحفزكم ان انتوا تقوموا دلوقتي وتشوفوا بقى وراكوا ايه وتعملوا، لان بجد والله لسه في فرصه. ان شاء الله هتخشي رمضان وتلاقي بيتك زي الفل زي الشمعة المنورة. وبصي يعني ايه، استعيني بالله كده واستعيذي بالله من الشيطان الرجيم، لان الكسل والله العظيم يا جماعه ما بيفتحش بيوت وبيجيب مشاكل ياما. وعايزه اقول لكم ان الاتربه والبيت اللي مش نضيف بجد بيبقى مليان طاقه سلبيه وكله مشاكل. دلوقتي بصوا يا حبايب قلبي، بالنسبه بقى للبودر اللي قدامكم ده، ده زي ما قلت لكم هنعمل مع بعض النهارده حمايه بقى من الصراصير والنمله علشان الصيف، كل سنه وانتم طيبين. بعد ما غسلت التربو ونشفته، بس لازم يكون ناشف جدا، بتحطي بقى البودر ده تحت كده على العظم بتاع التربو. وبعد كده بتجيبي بقى المفارش بتاعتك، بس بتحطي شويه حلوين. وعلى فكره يا جماعه ملوش ريحه خالص، وبعد كده هنفرش بقى عليه المفرش، فهو كده هيبقى بعيد خالص عن الحاجه اللي احنا هنحطها. بروح بقى مرجعه الحاجات بتاعتي مكانها. انا اول رف في التربو كده حاطه فيه بقى الحاجات اللي هي الرخمه بقى ايه، القطاعات بقى والسكاكين والحاجات اللي هي بتاعه الكحك والبسكوت والفراده وبتاعه الهمبرجر، الحاجات اللي هي ايه الرفايع بتاعه المطبخ، والسكاكين والمضارب البيض وكل الحاجات دي انا بحطها في الدرج الاولاني. بصراحه ما شاء الله الدرج بتاع التربو عميق ولامم لي كل الحاجات دي زي ما انتم شايفين كده. فيلا بقى يا حبيبه قلبي، يا مكسله انت وهي لازم بقى تقومي كده وتشمري ايديكي وتشمللي، علشان لو ما شمرتيش ايديكي وتشمللتي دلوقتي والله يخش عليكي رمضان وهتندمي جدا ان انت ما عملتيش حاجه، وهتيجي بقى عند العيد وهتلاقي نفسك مزنوقه بقى بصوا زنقه السنين، وهتندمي جدا. لان الشغل بجد والله العظيم يا جماعه لما بيتركن على بعضه بيزيد وبيتقل جدا، وتلاقي الحمل تقيل عليكي ومش قادره بقى تقومي تعملي حاجه. لكن بقى لو سمعتي كلامي وقمتي دلوقتي ونطرتي بقى الشياطين اللي هي قاعده على كتافك دي ومتقلاكي ومش عايزه تقومي، واستعذتي كده بالله من الشيطان الرجيم وشغلتي قدامك الراديو على صوره جميله كده من القران تسمعيها بقى وتنشطي وانت شغاله، هتلاقي بجد بعد كده كل حاجه هانت والله. وربنا سبحانه وتعالى يعني بيعين وبيخلي الواحده تقوم تقدر تعمل كل اللي هي عايزاه، لان الكسل فعلا من الشيطان، والرسول عليه الصلاه والسلام استعاذ من الكسل. يلا بقى يا عسلية انتي وهي، قومي كده وانفضوا بقى الكسل كده من حواليكوا ورتبوا بيوتكم وشوفوا اللي وراكوا ايه. والفيديو التشجيعي ده النهارده بقى لكل حبايب قلبي اللي بيقولوا لي ان انتي بتدينا طاقه ايجابيه. لو عجبكم بقى الفيديو بصوا بقى كسروا لي الزرار بتاع اللايك ده، عايزاه بصوا يتفنجر كده. واشوفكم بقى ان شاء الله يا حبايب قلبي في فيديو جديد، مع السلامه.